طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة من الفضائية الإريترية، والتي نبدأها بأهم العناوين. وفد روسيا عالي المستوى يزور إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. ورشة عمل لمكافحة الأمراض الضارة في شمال البحر الأحمر. إصلاح طريق كودوفلاسي درعنتوف في مندفرة. زيمبابوي تعلن حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف. حلف الناتو يحذر من عواقب أمنية خطيرة لتحالفات روسيا في آسيا. فقدان القارات الاستوائية يتراجع، لكن التهديدات لا تزال قائمة. من العناوين إلى التفاصيل. قام وفد روسيا الاتحادية رفيع المستوى برئاسة نائب قائد القوات البحرية نائب الأميرال فلاديمير كاستونوف، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيليبوس واليوهانس، وكبار قادة الجيش، بزيارة يوم 3 أبريل إلى مناطق التنمية والبنى التحتية في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. وزار الوفد الروسي خلال جولته مطار عصب الدولي والميناء المتواجد فيه وجزيرة حالب ومصنع تصنيع وإصلاح القوارب في الجزيرة وميناء عصب، ومؤسسة السمك ومصنع الثلج في عصب صغير، ومرسى القوارب ومحطة إنتاج الطاقة بالرياح في برعسولي. كما زار الوفد البنى التحتية الهامة لفروع شركة مؤسسة الأسماك في عد وطيعة وقلعلة ومراسي القوارب والبنى التحتية لإنتاج الثلج وحفظها وغيرها، التي يمكن العمل فيها بالتعاون مع روسيا الاتحادية والشركاء الآخرين. بالإضافة إلى زيارة جزيرة نخرة التاريخية. وزار الوفد الروسي يوم 4 أبريل جزيرة حارات وحسمة ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، وكذلك مرسى قلبوب، وقدم له شرحا حول تاريخ والأهمية الاقتصادية للمنطقة. وجرى حفل استقبال على شرف الوفد لدى وصوله المقر المركزي للقوات البحرية الإريترية في قدم. وتأتي الزيارة في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين قادة وكبار المسؤولين في البلدين لتمتين وتعميق العلاقات بين إريتريا وروسيا الاتحادية وخلق الأرضية الملائمة للجهود المستمرة لتعزيز التعاون في مجالات البنى التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والثروة البحرية والعسكرية والأمنية وغيرها من المجالات. شارك في الزيارة قائد القوات الجوية اللواء تخلاي هبتسلاسي، وقائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أوليائي، والقائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم، وقائد هيئة الأركان القوات البحرية العقيد ملائكة تخلا مريم، وقائد القيادة الجنوبية في القوات البحرية المقدم قويتوم كيداني، وقائد القيادة الشمالية في القوات البحرية المقدم يماني قبر مريم، ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي. عقدت لجنة حماية حقوق الطفل والمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر ورشة عمل يوم 3 أبريل في مصوع حول القضاء على الممارسات الضارة عامة وختان الإناث والزواج القاصرات خاصة. ناقشت الورشة مضمون وخلفية حقوق الطفل واحترام قوانين وحقوق الطفل والمرأة والمبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الطفل والمرأة في ضوء القانون الإريتري. وتم شرح أنشطة التوعية والمحاضرات الجارية التي ساهمت إيجابيا في الحد من ختان الإناث وزواج القاصرات وآثارها الصحية والنفسية، والجهود الجارية لاستئصال الأفعال الضارة التي تظهر في بعض الأحيان. وذكر التقرير المقدم لتقييم أنشطة الربع الأول لتنظيم حملات توعية وتدريبات للحد من العادات الضارة التي تنتهك حقوق الطفل وإجراء مسح في 16 قرية لتحديد وضع ختان الإناث والدعوة لتعزيز المشاركة المجتمعية عامة وجميع الهيئات الحكومية والاتحادات الوطنية خاصة. واقترح المشاركون ضرورة تعزيز حملات التوعية العامة والتثقيف ومواصلة المراقبة الجادة وتحديد دائرة قانون العقوبات. وقال مسؤول لجنة حماية حقوق الطفل والمرأة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزان في الساهية أنه تم القيام بعمل إيجابي للحد من الممارسات الضارة التي تسبب الأذى الجسدي والنفسي إلى جانب ختان الإناث وزواج القاصرات،
مذكرا لتعزيز أنشطة التوعية في أوساط المجتمع لأهميتها في حماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة العادات الضارة. عقدت الجالية الإريترية في السويد اجتماعها السنوي يوم 23 من مارس في ستوكهولم تحت شعار تنمية وتأهيل اللجان المجتمعية. وفي حديثه في الاجتماع الذي حضره ممثلون لجان الجالية الإريترية في السويد، قال رئيس الجالية السيد بنيام مسقنا أن الجالية الإريترية في السويد موجودة منذ أكثر من 30 عاما، وتعمل جاهدة في توحيد المجتمع الإريتري لتعزيز وحدته والحفاظ على ثقافته وهويته وقيمه ونقلها إلى الجيل القادم، وإقامة أعياده الوطنية والاحتفال بها وتعريفها للشعب السويدي وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في إريتريا وتنظيم الفعاليات المهمة كالمحاضرات. وقال أن الجالية تعمل على تقديم النصائح والمشورة الموجهة للوالدين. وقال أن الجالية الإريترية في السويد لا تزال تعمل جاهدة لمحاربة المؤامرات وتعزيز تنظيمها وحث المشاركين على زيادة مشاركتهم وتعزيز تنظيمهم. وفي الختام تعهد المشاركون بتعزيز وحدتهم وتعزيز القيم الوطنية والمواطنة. في غضون ذلك قام سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تغلميكيل بزيارة إلى منطقة بحر الغزال غرب البلاد في 29 من مارس إلى 2 من إبريل، حيث يلتقى بمختلف المسؤولين وعقد الندوة للإريتريين. وخلال الندوة التي عقدها في واو قدم السفير يوهانس شرحا شاملا عن خطط الجبهة الخارجية للعام 2024 ومبادئ وفلسفة شباب الجبهة وقضايا أخرى. أعرب سكان ضاحية أشراف ومديرية حقات عن سعادتهم لحل مشكلة المياه في الضاحية. وقال سكان قرى الضاحية لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أنهم كانوا ينتقلون لمسافات طويلة لشرب المياه غير النظيفة بسبب تلف خط أنابيب المياه، وذكروا أنهم استطاعوا شرب المياه النظيفة بفضل تجديد وتركيب ما يكفي من الطاقة الشمسية من خلال المبادرة المتخذة بالتنسيق بين الشعب والحكومة. ووجه مدير الضاحية أشر السيد حسن ياسين الشكر لكل من ساهم في حل المشكلة وحث السكان على استخدامها بحكمة. من جانبه استذكر عضو لجنة تنمية المياه السيد كفليو يسوس تخلية المشاكل الاجتماعية والصحية الناجمة عن تعطل الخط، وحث الشعب على إبلاغ فوري في حالة حدوث عطل بالمشروع. يتم إصلاح طريق كودوفالاسي درعا الترابي في مديرية مندفرة بمساعدة الآليات بمبادرة من المجتمع. وقال السيد يوب محاري المسؤول عن العمل أن الطريق كان صعبا على المركبات بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ويشهد عمليات الإصلاح واسعة أهمها ردمه بالتربة المختارة. وأكد عمدة منطقة درعنتو السيد فغادو قبر كيدان أن 75% من العمل قد اكتمل بالفعل. وحث السيد برخت كسيتي مدير ضاحية كودوفالاسي القرى الأخرى على اتباع المبادرة لأنها ستخفف من مشكلة النقل الحالية. يبلغ عدد سكان منطقة كودوفالاسي والتي تضم عدد من القرى أكثر من 10,000 نسمة. وفي الوقت نفسه تجرى أنشطة واسعة النطاق للحفاظ على المياه والتربة وإعادة تأهيل الطرق الترابية في ضاحية تخندع مديرية عدقيح. وقال السيد زميكيل أسفها مسؤول قسم الزراعة بتخندع أن البرنامج الذي بدأ في يناير بمشاركة 8 قرى يشمل بناء مدرجات وحواجز مائية فضلا عن معالجة مساقط المياه، وتم حتى الآن العمل على 360 هكتارا. وقال مدير الضاحية السيد سلطنة عامي أنه يتم أيضا إصلاح الطرق الترابية المؤدية إلى القرى بمشاركة 40 شخصا يوميا. وتجرى حملات مماثلة في 21 إدارة ضاحية في مديرية عدقيح وفق ما أفاد به مراسلي وكالة الأنباء الإريترية إيرانا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن رئيس زيمبابوي إميرسون مانغوغي حالة كارثة وطنية بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو الذي أثر على الأمن الغذائي الوطني.
وقال منانغواغو خلال خطابه إلى الأمة من مقر إقامته في هرار العاصمة إن أداء الموسم الزراعي الحالي لم يكن على قدر التوقعات بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو، ونتيجة لذلك سقطت أمطار أقل من المعتاد على أكثر من 80% من البلاد. وبموجب هذا الإعلان دعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين والإنسانيين والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص إلى تبرع بسخاء لتحسين حالة الكارثة الوطنية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن دعم كوريا الشمالية وإيران العسكري لروسيا له عواقب أمنية عالمية خطيرة لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يتجاهلها وفق وكالة رويترز للأنباء. وتشعر القوى الغربية بقلق متزايد من أن طهران قد تنقل قريبا صواريخ بلاستية إلى روسيا. وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع له وزراء في بروكسل أن أصدقاء روسيا في آسيا مهمون لمواصلة هذه الحرب العدائية، وذكر أن الصين تدعم أيضا الاقتصاد الروسي. وذكر دبلوماسيون أوروبيون أن الإجراءات المحتملة ضد إيران قد تشمل استهداف الخطوط الجوية الإيرانية وبنوك في أوروبا، وحتى إمكانية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. انخفض فقدان الغابات الاستوائية في العام الماضي، لكن مؤشرات أخرى تظهر أن الغابات في العالم لا تزال تحت ضغط هائل وفقا لتحليل صادر من قبل مشروع مراقبة الغابات العالمية. وانخفض فقدان الغابات الأولي في المناطق الاستوائية بنسبة 9% من العام الماضي مقارنة بالعام 2022، لكن باحثين قالوا أن الدمار لا يزال مرتفعا بشكل عنيد. وفقد العالم العام الماضي حوالي 37 ألف كيلومتر مربع من الغابات الاستوائية الأولية، وهي مساحة تعادل مساحة سويسرا تقريبا. وتصدرت البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليفيا ترتيب البلدان الاستوائية التي تعاني من أكبر خسارة للغابات. ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض الدمار في البرازيل بنسبة 36%، حيث اتبع الرئيس حملة صارمة خاصة فيما يتعلق بمنطقة الأمازون. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. وفد روسي رفيع المستوى يزور إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. ورشة عمل لمكافحة الأمراض الضارة في شمال البحر الأحمر. إصلاح طريق قدف الأسيد رعنته ومساعدة الآليات ومديرية منرفرة. زيمبابوي تعلن حالة الكارثة الوطنية بسبب الجفاف. حلف الناتو يحذر من عواقب أمنية خطيرة لتحالفات روسيا في آسيا. فقدان الغابات الاستوائية يتراجع، لكن التهديدات لا تزال قائمة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.